السلام عليكم. تو باش نحكيو على هذه كما نعرفوا الناس الكل اللي هي خريطة تونس. به. انا جيت مرة لوش هكي لاحظت حاجة بقيت مستغرب فيها. به. اللي هي هالبوان كحلة هذيا اللي كي نشوفها هكايا نزيد نحطها هكا اقرب. به. هذه توا عنا 2 كيلومتر على سطح الارض. به. نعاودو نرجعو لتالي باش نركزو معها اكثر. به. شوفوا لي البوان نوار هذيا هاي مازالت موجودة برابول لمدينة كبيرة، معناها بحيرة كبيرة ياسر. باهي نشوفوا شنو هالحاجة الكحلة هذه اللي عنا في تونس. باهي نحنا توا على بعد 100 متر من البلاصة هذي. هذي 100 متر، 100 متر فوق سطح الأرض. نعود نرجع شوية لتالي كما نشوفوا لهنا. توا 200 عنا، توا هكايا 500. توا على بعد 500 متر على سطح الأرض نشوفوا البلاصة هذي. يقول القائل على بعد 500 متر من سطح الأرض وتجي الطول متاعها هكايا، معناها الطول متاعها أكثر من كيلومتر ويفوت الكيلومتر. هذه الحدود مع الجزائر، معناها البارتي هذه تبع تراب تونس. هاي في وسط الصحراء هذيا. هذا يا خويا البترول اللي عنا في تونس. نحنا في تونس عنا بترول خارج على برا من سطح الأرض، معناها مش يلزمو تنقيب وشركات استخراج واحد، لا، بترول خارج على برا تجيها الشركات هذيا تلمو وتخرجوا من تونس، وانت يا شعب تونس اضرب النوم. هاي نحب نوريو على الطول متاع البارتي هذيا وطول المطار هذا اللي عاملينه لهنا، اللي هو ها هو طول المطار. وهذا البركة متاع النفط اللي دايرة لهنا. هذه قناة معدين فيها البترول، تخرج من هنا. هذه كلها قنوات متاع بترول نشوفوهم اللي هو كلهم مربوطين بالبركة ذوما. تفرج هذايا. ناقص
شوف شوفوا ايش عنا في تونس. مم. الحاصل شوف القنوات هذوما اللي يتعداو، هيك يقولك تونس فقيرة ما عندهاش فلوس، وشركة البترول تنهب فينا جهر بهار. هاي السلام عليكم، إلى ملتقانا في بير آخر متاع بترول. وعلى فكرة